هل من حق اهل العريس انهم يدخلوا يتفرجوا على شقه العروسه بعد ما تفرشها وتقفلها؟ عملت استفتاء وناس قالت لي لا ما ينفعش علشان دي خصوصيه، وناس تانية قالت لي اه طبعا يدخلوا وخصوصا ام العريس. طب ما تيجوا نتناقش كده بالراحه ومن غير خناق ونمسكها واحده واحده. معروف ان العريس بيجيب عفشه كله قبل العروس، بيروح اهله كلهم يفرشوا ويتفرجوا على حاجه العريس، مامته بقى واخواته وخالاته وعماته وكل العيله بيشوفوا حاجه ابنهم ماشي تمام وده حقه. بيعدي اسبوع ولا اتنين وبيجي عفش العروس، المطبخ بلوازمه وهدومها والاجهزه الكهربائيه وحاجتها كلها اللي متفقين عليه، واهل العروسه بيبداوا يفرشوا حاجه بنتهم وبيخلصوا ويقفلوا الشقه ويمشوا. في ناس بتخلص الفرش كامل في يوميها وناس بتسيب حاجات وتيجي تكملها يوم تاني. ينفع ازاي بقى اهل العريس يطلعوا وياخدوا العيله معاهم ويتفرجوا يشوفوا جايبه ايه وفرشه الشقه ازاي، ماركه الاجهزه الكهربائيه والرفايع بتاعه المطبخ كتيره ولا قليله، غاليه ولا على قد ظروفهم، السجاد نوعه ايه والستاير شكلها ايه، وكله كوم والفرجه على حاجه النيش ده كوم تاني. لازم نفتحه ونعد الكوبايات والكاسات وجايبه طقم صيني نص ولا كامل. الكارثه الكبرى بقى يدخلوا اوضه النوم ويفتحوا الدواليب ويتفرجوا على هدوم العروسه. ولنا هنا وقفه، بذمتكم ده ينفع؟ يتفرجوا على هدومها ويعدوا الجلاليب والطرح والشنط والجزم والكوتشيات والشباشب ما بيخلوش، ويقعدوا يتفرجوا على اللانجري. بالله عليكم الكلام ده ينفع؟ هي المفروض ان الحاجات دي حد يشوفها؟ ده بيفتحوا الادراج ويعدوا التوى. وكمان عيب لما نعدل على اهل العروسه ونقول ما بيعرفوش يفرشوا ونقلب الدنيا ونرصها على ذوقنا مش ذوقهم، وتتفاجئ العروسه يوم الفرح ان الحاجه مش في مكانها وينكدوا عليها يا كبدي يوم فرح. طب ليه؟ ما كل واحد يخليه في حاله، وام العريس ما تخليهاش ليله نكد على ابنك ده يوم فرح، وفي الاخر ام العريس تقول لي دي حاجه ابني ولازم اشوفها. ما قلناش حاجه يا ستي، بس فرجي اهلك على المسموح. في حاجات ما ينفعش حد يشوفها خالص علشان تدوا للعروسه مساحه للخصوصيه في بيتها، وما يبقاش بيتها وشقتها من قبل ما تدخلها لبانه في بق الكل. ما تزعليش مني يا ام العريس.